مساء الخير على الجميع. ما زالت أزمة إمام عاشور وتداعيات أزمة إمام عاشور تلقي بظلالها على أحداث الرياضية في مصر، سواء في البرامج الرياضية أو التوك شو الرياضي أو حتى الصفحات السوشيال ميديا المهتمة بالأخبار الرياضية في مصر. ولكن العجيب والغريب والمثير للدهشة لما طلع كومبارس نادي الزمالك السابق، طبعا كلنا عارفينه، نجم برنامج راديو الزمالك المهتم بشؤون نادي الزمالك واحداث نادي الزمالك والبلاوي السوداء اللي في نادي الزمالك وايقاف القيد اللي في نادي الزمالك والصفقات اللي مش عارفين يعملوها وجون ادوارد المتحكم في نادي الزمالك. كل ده يعني هم كانوا مهتمين بيه لدرجة ان هم كانوا بيناقشوا مؤخرا مين اجمل، مرات كريستيانو جورجينا ولا مرات ميسي انطونيلا، ولا مين احسن صوت، تامر عاشور ولا مش عارف عمرو دياب. يعني دي الاحداث اللي بيناقشها الراديو الزملكاوي اللي نجمه طبعا زي ما قلنا الكومبارس احمد ديودار، اللي طالع يقول لك فين مبادئ النادي الاهلي وفين التربية اللي بيربيها النادي الاهلي وفين وفين وفين. المفروض امام عاشور ده يبقى بره النادي الاهلي. فيا ريت يا جماعه حد يوصل له العقوبات اللي نزلها النادي الاهلي على امام عاشور، ويقول له ان النادي الاهلي فرض على اللاعب عقوبه، اكبر عقوبه في تاريخ لاعب في النادي الاهلي خدها امام عاشور، هي 1,500,000 وايقافه لمده اسبوعين، مع انه النجم الاول لفريق النادي الاهلي في الفتره الاخيره. طبعا انت عمرك ما هتشوف الكلام ده في فريقك، عمرك ما هتشوف الحاجات ولا القرارات دي بالنسبه لك. ولكن انا هرد عليك رد بسيط جدا. احنا عملنا العقوبات واعلناها وقلنا واوقفنا اللاعب، بس في لعيبه راحت تحضر حفلات بالنسبه عندك في نادي الزمالك. ايه الاجراء اللي اتخذ؟ في ناس راحت قفلت موبايلها وراحت حفلات في الساحل، وانت ما قدرتش تاخد قرار. من ضمنهم كابتن الفريق التاريخي بتاعك اللي قفل موبايله وما كانش بيرد على حد وقاعد في الساحل الشمالي بيقضي اجازته وما فيش اي مشكله خالص، وتواصلوا معاه مش عارفين يوصلوا له. في واحد راح يحضر حفله عمه راغب علامه، طبعا شفاه الله وعافاه، طبعا كان برضو راح يزوره واتاخر هناك بداعي او بدون داعي، برضو ما شفناش اي عقوبات ولا شفنا ان هو اترمى بره نادي الزمالك. في واحد بقاله اكتر من شهرين ممتنع عن التدريب وعمال يماطل واتجوز وقرب يخلف، وانت برضو ما شفناش اي قرارات. ولما رجع التمرين فرحان وبتقول ما بيقفلش تليفونه. يا ابن الحلال، ده انت رحت الانكل ممدوح علشان يدفع له بس ال 150 ولا ال 200 الف دولار اللي عليه وتترجى انكل ممدوح ودفعهم لك، بس قال لك بشرط انا عايز جون ادوارد يمشي. نزلته بيان قلت لا، جون ادوارد مش هيمشي. جون ادوارد ده هو المالك الحقيقي لنادي الزمالك، ومحدش قادر يفتح بقه ولا يتكلم، لان الراجل ده الحاكم بامره في نادي الزمالك، هو الامر الناهي. محدش فيكم قادر يتكلم ولا يرد على جون ادوارد ولا يقول يمشي. حتى لما هرتلته في المدرجات وقلت ان النادي اهم من جون ادوارد، ولا اهتم لكلامكم. صبحي يلعب عواد يقعد، عواد يقعد صبحي يلعب، بكيفه وبمزاجه. محدش يقدر يقول اي حاجه ولا حد يقدر يتكلم. فيا ريت يا عم الكومبارس يلي طول حياتك او تاريخك كله في الكوره في الزمالك ربع ساعه كنت مقضيها كومبارس وبتلم كور، يعني فما بلاش يعني تدخل المثاليه والمبادئ والاخلاق في كده، لان انت اساسا ما جربتهاش، ما تعرفش عنها حاجه. دي امثله بسيطه جدا للعيبه عملت الاحداث دي، وما خفي كان اعظم، وكلنا عارفين الاعظم كان فين. الاعظم ان كان في خناقات وكان في سكاكين بتترفع، زمايل في نفس الفرقه وفي اوضه اللبس بيرفعوا على بعض السكاكين زي ما طلع مرتضى وقال. كل الكلام ده معروف وكل الكلام ده كلنا عارفينه. فيا ريت يا كابتن دوزار تهدى شويه، تخليك في اخبار بقى ايه انطونيلا وجورجينا والناس دي. بلاش بالله عليك تدعي الشرف والمثاليه، وانت لا عمرك شفت لا شرف ولا مثاليه اساسا، لانك ما تربتش على كده. انتوا زي ما بيقولوا بتتربوا على العداء للنادي الاهلي اللي بيحب يظهر، زي ما قال طبعا الكابتن هاني العجيزي اللي هو من ناشئين الزمالك، يقول لك احنا اول ما بنخش انت بتكره الاهلي، كمل. ما بتكرهش الاهلي وتعمل لي مثالي ومحايد وبتاع، لا توكل على الله، مالكش مكان عندنا. انتوا بتربوهم على كره النادي الاهلي، مش حب الزمالك، لا كره الاهلي. اي حاجه يعملها الاهلي قلل منها. خد انجاز يا راجل، ده النادي الاهلي خد بطوله القارات الثلاثه، طلعوا قللوا منها ايه؟ البطوله المحيط الهادي ومش الهندي والاطلسي والكلام ده وامريكا واوروبا، ايه الكلام ده؟ ما في، مش معترف بيها ولا احنا عارفين. طبعا انتوا
انتوا ما تهموناش ولا لكم اي لازمه تعترفوا او ما تعترفوش، مش بتاعتكم اساسا، مالكش دخل. انت بتقعد تتفرج زيك زي اي واحد، بتدفع الاشتراك وتقعد تتفرج على النادي الاهلي وهو بيلعب في الاماكن دي. لما بيراميدز خد البطوله دي طلعوا يهنوا بيراميدز ويمسكوا ان بيراميدز خد البطوله عادي جدا، وبطوله القارات الثلاثه وبطوله معترف بيها، واحنا بنهني بيراميدز، وبيراميدز خلاص خد مكان النادي الاهلي. لا، بيراميدز عمره ما خد. النادي الاهلي اول كل حاجه، النادي الاهلي هو اول، يعني لو حبيت تقارن كده لازم تلاقي النادي الاهلي متفوق في كل حاجه، افريقيا ومحليا عربيا، كل حاجه هتلاقي النادي الاهلي هو رقم واحد. عالميا على مستوى البطولات ككل برضو النادي الاهلي متصدر، مع انك مش مقتنع كده، بس انت مقتنع ان التاريخ والاحصاء اللي ادى النادي الاهلي ان هو اكبر نادي في العالم حصل على بطولات، هو اللي اداك جايزه في 2002 ان انت الاول على مستوى العالم، الاول على مستوى العالم في شهر فبراير ولا مش عارف ايه، ومقتنع بيها وبتحسبها بطوله بالنسبه لك. في حين ان هو لما قال النادي الاهلي اكثر نادي في العالم حصل على بطولات، انت طالع بتكذب وبتشكك وبتقول لا ايه ده، ايه التاريخ والاحصاء ده، وانت بالنسبه لك هو مجرد ما قال ان انت في 2002 في شهر فبراير ان انت احسن نادي في العالم، طالع وماسك فيها بايديك واسنانك وبتقول انا وانا 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 والتاريخ وكل حاجه. انت بتعيش على التاريخ اللي انت عايزه بس، مش التاريخ اللي هو موجود، لا التاريخ اللي انت حابه، التاريخ اللي انت عايز تدور عليه، مش التاريخ اللي موجود بالفعل. لانك لو بصيت على التاريخ الموجود بالفعل هتلاقي نفسك عايش على اطلال، عايش على ذكريات، عايش على حاجات قديمه بتتكلم فيها انا نادي القرن الماضي ومش عارف، في حين ان القرن ده انت ما عملتش اي حاجه خالص. ايه اللي حققته في القرن ده؟ محلك سر، مفيش اي حاجه تقدر تقول عملت ايه. ولا دي الاخرى برضه هيظلموك فيها ويقولك بالنقط والبونت والتسعه اكبر من السبعه. يا ريت والنبي يا جماعه حد يبلغ الكابتن شويكار ان بلاش يتكلم عن الاخلاق والمبادئ الا لما يجربها ويفرضها بنفسه ويعيشها ويقول لي ان هي اتعملت، غير كده رجاء تسكت خالص، محدش يسمع لك صوت، لانك لا عمرك بتفهم ولا عمرك هتفهم ولا عمرك هتعرف يعني ايه اساسا تحليل او نقد، وانت اساسا بالعقليه المتخلفه بتاعتك دي اللي انت تطلع تتكلم في حاجه انت اساسا بعيد عنها. يبقى انت بالعقليه دي ما ينفعش تقول اي راي، ما ينفعش تبدي اي راي او تقول اي قرار، لانك في النهايه كده انت متخلف. وكفايه عليك كده. نروح بقى لماتش بكره، ماتش مهم جدا، اهم من امام عاشور واللغط اللي عامله امام عاشور. ماتش مهم جدا، النادي الاهلي لو قدر يحقق على الاقل تعادل او فوز بامر الله رب العالمين بنسبه كبيره، النادي الاهلي هيبقى متصدر المجموعه، يعني تقدر تقول بنسبة 90% هيبقى متصدر المجموعة. هو كده كده صاعد، لو كسب الماتش الجاي هيبقى كده كده صاعد رسميا، ولكن تصدر المجموعة برضه هيبقى شيء كويس. الأهلي بيدي النادي الأهلي أفضلية في الإياب في المباريات الإقصائية، بيبقى الإياب دايما على أرضه لو هو متصدر المجموعة، فهيكون ماتش مهم بكرة. يا ريت اللعيبة تكون فاصلة نفسها عن الأحداث دي، يعني عارف إن في حالة استياء عام وفي حالة يعني غضب شديد عند اللعيبه من امام عاشور واللي عمله امام عاشور، ولكن هو خلاص خد جزاؤه وتعاقب، عاجبه يقضي عقده في النادي الاهلي وبمزاج وامر النادي الاهلي كان بها، مش عاجبه مع السلامه بامر النادي الاهلي. برضه محدش يقدر يخرج بره السيستم والاطار اللي عامله النادي الاهلي. عايز تمشي بالسلامه، الباب مفتوح ويقضي 20 واحد، ما عندكش مشكله، خد اللي انت عايزه من اللعيبه، مش لامام عاشور بس، للكل اللي شايف نفسه اكبر او بيفكر ان هو اكبر من النادي الاهلي بره على طول. احنا ما عندناش الكلام ده، في حتة تانية انتوا عارفينها، ولكن النادي الاهلي لا، ما عندناش حاجة اسمها النجم، ما عندناش حاجة اسمها الاسطورة الوهمية اللي احنا نصنعها ونقول لا ده اللعيب واللعيب واللعيب لا لا لا، الكلام ده في حتة تانية. عندنا النادي الاهلي شعار كده، الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه، فوق جميع اداراته، فوق جميع لاعبيه السابقين، فوق جميع لاعبيه الحاليين، فوق كل حاجه. النادي الاهلي هو الكيان، هو اللي باقي، ده اللي احنا بنشجعه. اللعيب مهما يكن خلاص، ابو تريكه اعتزل، ما كانش عندنا اعز واغلى على قلوبنا
ولاعب اتحب من كل الطوائف بتاع الشعب المصري وكل المشجعين وكل المنتمين للانديه كلهم. ما فيش حد اختلف على حب ابو تريكه الا بعض الناس اصحاب النفوس المريضه الضعيفه، يعني اللي انتوا عارفينهم كويس وعارفين هم مين وانا اقصد مين. هم دول بس اللي ممكن بيكرهوا ابو تريكه، لان تاريخ ابو تريكه كان دايما بينيمهم معيطين، لان ابو تريكه وراهم ايام صعبه جدا ما حدش يقدر يشوفها غير الفئه اللي انا بكلمك عليها دي. فمن كرههم لابو تريكه جاي من النقطه دي، انما كله اجمع على مهارته وادبه واخلاقه الا الفئه دي. السلام عليكم.